وعبارات حادة جدا استخدمت من قبل رواد ومتقاضي محكمة شمال القاهرة، وجهت لزهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وأحمد عز، ورددوا هتافات ضدهم. الكلام ده وهم داخل الزنزانة، وهم متوجهين من مبنى أو داخل قفص الاتهام على وجه الدقة. وأيضا طاردهم أو طاردتهم هذه الهتافات وهم متوجهين لسيارة الترحيلات. طب فين العدالة؟ طيب العدالة فين؟ ها؟ عدالة ايه؟ عدالة ايه؟ انا ما اعرفكش بس بكرهك موت. احكي لي انا التوهه هجيلك عربيه يا جد يا يا والله زميلتك دي هتتذلوا، انتوا هتتذلوا، هتتذلوا والله، هتتذلوا والله. بعتوا البلد، بعتوا البلد، بعتوا البلد، بعتوا البلد، بعت البلد. بتجاملوا بعض، بتجاملوا بعض، بتجاملوا بعض. اديك حته من التورته. خلاص يا جماعه. طبعا الناس اللي كانوا في قفص الاتهام النهارده معروف ان هم محبوسين 15 يوم على ذمة التحقيقات. من ناحية تانية النهارده بالمناسبة في 3 شخصيات من المسؤولين السابقين يعني وضعوا على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد. هم عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وده بموجب قرار من النائب العام. معايا دلوقتي الصحفي المتابع لهذا الملف الأستاذ صابر مشهور. نرجع للموضوع الأول. مساء الخير يا صابر. أولا